السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك، نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك على الفوز النهاردة أمام أرتوهو الكونغولي بنتيجة 2-1 على ملعب استاد القاهرة. على فوز جماهير نادي الزمالك 45 ألف متفرج. الزمالك قدر يحقق بنتيجة 2-1 عشان يصل الدور قبل النهائي أمام شباب بلوزداد الجزائري. طبعا حاجة تفرح جدا طبعا، فوز الزمالك النهاردة على الأقل يعوض الحزن عن امبارح. طبعا خسارة الأهلي للترجي، خسارة المصري البورسعيدي الشباب بلوزداد، خسارة بيراميدز أمام الجيش الملكي. 3 فرق مصريين يخرجوا في يوم واحد، يعني حاجة تزعل جدا. كانش فاضي غير الزمالك عشان يحقق الهزيمة ويكمل في المسيرة، وإن شاء الله يفوز بالبطولة بإذن الله، لأن ده فريق مصري ولازم نشجعه ولازم نسانده. يعني يا جماعة متخيلين فريق زي الزمالك ده يكسب النهاردة ويوصل للدور قبل النهائي؟ فريق كبير والله العظيم، والله بجد. على رأي جماهير الزمالك اللي كانت عاملة مرحلة جماهيرية التيفو، كان مكتوب الفارس يحارب. طول عمر الزمالك بيحارب، طول عمر الزمالك فارس بجد، والله العظيم. يعني فريق زي ده عنده 13 كيد، وقف كيد، عنده أزمات مالية، عنده لعيبة بتاخدش مستحقاتها. وتخيل بعد كل ده فريق ده المركز الأول في الدوري عن النادي الأهلي وعن نادي بيراميدز وعن نادي المصري البورسعيدي وعن نادي سيراميكا كليوباترا. ال4 فرق دولت اللي أنا قلت لك عليهم سكوادهم أعلى من نادي الزمالك بكتير، ومعاهم فلوس أكتر من نادي الزمالك. والزمالك بأقل إمكانيات في المركز الأول، الزمالك في أقل إمكانيات يوصل للدور قبل النهائي في الكونفدرالية، في بطولة قارية، بأقل إمكانيات. مفيش فلوس خالص، ولا حتى لعيبة الزمالك نادي الزمالك ما يجوش في حاجة في لعيبة النادي الأهلي، ما يجوش حاجة في لعيبة نادي بيراميدز، ما يجوش حاجة مثلا في لعيبة النادي المصري. اه والله العظيم. فظل والزمالك في كل ده واقف على رجله. الزمالك في كل ده، جماهير نادي الزمالك لسه بتسانده. يعني انا مثلا امبارح اتفرجت على ماتش الترجي والاهلي، انا كنت زعلان جدا والله. كان نفسي الجماهير تحضر والله، الماتش كان هيفرق كبير جدا مع النادي الاهلي والله العظيم. كان نفسي والله يحضروا. الجماهير يا جماعه بيكون لها دور كبير، والله كان بيبقى لها دور كبير. عشان سنة يعني الوقت ده جماهير النادي الاهلي محتاجه تساند النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا محتاج مسانده، ان النادي الاهلي بقاله فتره مش احسن حاجه. فالجماهير هي اللي تدي القوه لفريقها اكتر، زي ما حصل كده الزمالك ما كسب النهارده. لو جيت تتكلم عن مباراه الزمالك النهارده، الزمالك فعلا عمل ماتش كبير وضيع اكتر من فرصه وكل حاجه. لكن في بدايه المباراه الزمالك ما كانش احسن حاجه. في بدايه المباراه الزمالك كان تحس انه مرتبك كده، في شويه توتر. الفريق التاني بيعدي منك بكل سهوله، بيخرج بالكره بكل سهوله منك. الزمالك في بدايه المباراه مش عارف يخرج بالكره بسبب دفاع الفريق الخصم مقفل عليه من كل النواحي. بس الزمالك عرف يسيطر على الماتش بشكل كويس، ده اكتر من فرصه، عرف يستحوذ، عرف يخرج بنتيجه اللي هو كان عايزها، يعرف يكسب. كان في كام لاعب كان عامل ماتش كويس في الماتش النهارده، زي مثلا محمد ابراهيم. لاعب كبير أوي يا جماعه، لاعب ليه مستقبل كبير. محمد ابراهيم ده والله العظيم كان والله يستحق اللي هو ينضم منتخب مصر مع حسام حسن. والله العظيم كان يستحق. محمد ابراهيم يا جماعه بقاله فتره بيقدم مستوى عالي، بقاله فتره بيلعب اساسي.
انا شايف جمال هو يلعب اساسي على طول على عمر جابر. إن محمد ابراهيم ده يا جماعه امكانياته اعلى بكتير من امكانيات عمر جابر، بالرغم من الخبرات طبعا عمر جابر طبعا يعني. بس انا شايف محمد ابراهيم بيعمل حاجات عمر جابر ما يقدرش يعملها اصلا، اه والله العظيم. فانا شايف محمد ابراهيم ده يستحق يروح منتخب مصر. طبعا نصر المنسي عمل ماتش كبير النهارده مع انه ضيع فرص ما تضيعش. بس طبعا يعني كمستوى ومادي مستوى كويس مع نادي الزمالك الصراحة يعني. طبعا الهدف الأول جابه طبعا حسام عبد المجيد، عرضية جميلة من عبد الله السعيد، لاعب كبير أوي. حسام عبد المجيد عمل ماتش كبير أوي النهاردة، عبد الله السعيد عمل ماتش جميل أوي النهاردة. خوان بيزيرا كان عمل ماتش جامد أوي النهاردة. وضي الدباغ ده أكتر من فرصة برضه، هو اللي سجل الهدف التاني. لعيبة كتير عمل ماتش كويس النهاردة. محمد شحاتة كان عمل ماتش كويس النهاردة، بالرغم الخطأ اللي تسبب بالهدف الأول اللي جابه توهو. اللي جابه طبعا هدف جميل، طبعا هدف من بعيد ما يقدرش يسيطر عليها محمد صبحي. وبعد كده محمد صبحي اتطرد بسبب خبط لاعب في كوعه. انا شايف ان هي ملهاش لازمه يعني الصراحه، ملهاش لازمه يعني انه يعمل كده محمد صبحي. يعني انت كده يعني ضريت فرقتك بنقص عددي، ضريت فرقتك ان كان ممكن يخش هدف تاني وتالت. الفريق اللي توهو كان عايز يكسب المباراة النهاردة. فيعني الحمد لله المباراة عدت على خير طبعا. مكانش ينفع الحارس تاني ينزل، يعني اضطر سيف الجزيري هو اللي يكون حارس مرمى. ما سيف الجزيري ما عندوش خبرات في حراسة المرمى. وبعدين في الجزائر أصلا لما نزل بدل ناصر منسي ما عملش حاجة، ده ضيع فرصتين ما يضيعوش يا راجل. تحس هو ناسي الكورة أصلا، ما بالك بقى لما يكون حارس مرمى. فالحمد لله المرة دي عدت على خير. الحمد لله المرة دي عدت على خير، إن شاء الله نتمنى فوز الزمالك بفوز بالكونفدرالية بإذن الله. إن شاء الله يقدر يفوز بيها ويفرح جماهير نادي الزمالك ويفرح الشعب المصري بإذن الله. فأشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.